3 اسرار خلوا الاعلان ده من اكتر الاعلانات اللي نجحت وعملت مبيعات خرافيه. انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث. الناس نوعين، كاش وقسط، انت مين فيهم؟ رقم واحد، الاعلان ده ما فيهوش اي حاجه تقول لك ان هو ممكن ينجح، موجوده فيه كل الصفات اللي تخليه يفشل ما ينجحش. ازاي؟ اعلان من غير جنجل، ما فيهوش اغنيه فالناس ترددها فينتشر. 2، ما فيهوش سيلبرتيز، حد مشهور يودي الاعلان في حته ثانيه. 3 حاجه، مده الاعلان داخله في ال3 دقائق. كل دي مقومات تخلي الاعلان يفشل مش يكسر الدنيا خالص. وهنا السر كان مش في السيلبرتي اللي هيجي او في الجنجل، بل في اللي هيعمله الاعلان، لان الاعلان ده كان بيجمع ما بين اتقل الناس اللي موجودين في السوق، وهو اسلام حسام وعلي علي. واللي لو عايز تعرف عنهم اكتر تقدر تشوف الفيديوز بتاعتنا بقى على الانستجرام. تاني حاجه دي بالنسبه لي اهم شيء، وهي الانسايتس. اختيار ان الاعلان يتعمل ما بين حد مسؤول من شركه كارير واتنين رايحين يشتروا تكييف، وربط كل ده بمنى، فده شيء مش جاي من فراغ اطلاقا. لما تسرش جدا في الكونسيومر بيهيفير او الناس اللي انت بتارجتهم بيشتروا الحاجه دي ازاي، ده بيسهل عليك كتير قوي. واللي لقيته لما سرشت ان اغلب الناس اللي بتشتري تكييف من المصريين بيحبوا يشتروه من الستور. يعني التكييف مش من الحاجات اللي تطلبها اونلاين، يكونوا موجودين في الستور ويتناقشوا ويقارنوا مع الناس المسؤولين اللي جوه، زي الراجل اللي موجود في الاعلان كده. ده اول حاجه. اصلا السياق اللي بيدور فيه الاعلان هو مبني على انسايت من كونسيومر بيهيفير للناس وهي بتشتري التكييفات. تاني حاجه كمان، جزء كبير من قرار الشراء للناس في التكييفات بيبقى زي فكره الورد اوف ماوث، ان الناس بتسال بعضيها، بيبقى قايم على المقارنات. ومين اكتر ناس بتقارن؟ هم الستات. فانت عندك سياق الاعلان كله بالبريف اللي هو يقوم على فكره منى، كل ده مبني على 2 انسايتس من اهم الانسايتس اللي بيأثروا في عمليه الشراء. عشان كده نجاح الاعلان مش بس ان هو كان كرييتيف وعمل ضجه على السوشيال ميديا، نجاح الاعلان في ان كارير نفسهم باعوا مبيعات ضخمه مش طبيعيه بسبب الاعلان ده، لدرجه ان الناس بتدخل تسالهم على تكييف منى بالاسم. فانت متخيل الموضوع واصل لفين؟ تالت حاجه، شويه حاجات في الكرييتيف بس تاثيرها كان كبير جدا. ابرزهم مثلا فكره ان هو ما حددش مين منى. يعني انت ما تعرفش الست دي منى دي ايه، تقرب لها، قريبتها، صاحبتها، فكونك خليت منى دي ككاركتر مش معروف هو ايه، فده يخلي الناس كل واحد يبقى ايه، ليه منى الخاصه بيه. اللي بيقعد يقارن اللي بيشتريه باللي بتشتريه ده منى. ففي عيله مثلا منى بالنسبه لها هي بنت خالته، في واحده تانية منى بالنسبه لها هي صاحبتها في الشغل. ودي حاجه ضحكت منى قوي. طبعا مش محتاج اتكلم على فكره حوار البينج بونج واخراج علي، يعني كل تفصيله في الاعلان، كل ثانيه يا بتدي افيه بتخدم افيه. دعم كل ده طبعا شغل اسلام حسام. فكره الكتابه زي الحوار يروح ويجي، انك بتتكلم على التكييف وبعد كده ترمي افيه، بعد كده ترجع تاني للتكييف، بعد كده ترجع تاني ترمي افيه، فكانك بتدور في مثلث ومن غير ما تحس باي ملل. كون اصلا ان الناس استحملت الاعلان وهو واصل لدقيقتين ونص وداخل في ال3 دقايق، دي حاجه طبعا يتحيى عليها اللي كتب ويتحيى عليها اللي اخرج ويتحيى عليها كل اللي اشتغل على الاعلان عامه. فبس ده كان تحليل الاعلان تكييف منى. لو عندك اعلانات تانية حابب ان احنا نتكلم عنها اكتبها لنا تحت في الكومنتس، واعمل لي فولو لو عايز تعرف اكتر في الماركتنج والادفرتايزنج، واعمل ريبوست للفيديو عشان انا بحب الريبوست.